بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدا مع بعض كورس جديد هو كورس داينامو ريفت. تعال نروح على برنامج الريفت يا صديقي، تضغط على الداينامو، تروح مانج على ايقونة الداينامو من هنا. ماشي يا صديقي، زي ما انت شايف كده هتيجي هنا يا صديقي تعمل نيو سيف از، وليكن مثلا خليه هو ده. يس، صلى على النبي يا صديقي عليه افضل الصلاه والسلام. ممكن مثلا يا صديقي تيجي هنا كده على باكج سيرش وباكج. ده لو احنا عايزين نسرش عن حاجه يا صديقي هنسرش من هنا. سيبه وباخد وقته، طبعا لازم تكون فاتح النت. ماشي يا صديقي، ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا هنتعلم براحتنا في الدينامو، يعني هناخد وقتنا فيه، مش هنجري باذن الله تعالى. وليكن مثلا ممكن كده نسرش عليها حاجه هنا، وليكن كلمه بوينت مثلا، نعمل نقطه. ماشي، باي كوردينيتس. بص يا صديقي صلى على النبي، لو جيت تجرب كده وتكبر هتلاقي ان الموضوع اللي بيكبر معك، اللي بيكبر ويصغر هو السكريبت ده. لا، هتيجي هنا، شفت العلامه دي، هتضغط على جنبها هنا، اضغط عليها وتروح جاي ايه بالماوس كده في ال 3 دي كده بمعنى اصح. طيب عايز مثلا اتحرك، لا اما اضغط على سكرول واشد كده، لا اما اجي من هنا كده. ماشي يا صديقي، البان هنا تضغط عليه وتشد كده عادي خالص وكده. ماشي جميل. لو انا مثلا عايز اعمل روتيت هنا كده يا صديقي، اوربت وتلف. ماشي يا صديقي، ماشي. صلى على النبي يا صديقي عليه افضل الصلاه والسلام. طب انا عاوز اطلع، تروح تضغط على اوربت من هنا، واجي هنا برضو عشان اعمل افعل السكريبت ده. طيب انا عاوز ارسم نقطه، دبل كليك في اي حته فاضيه هنا يا صديقي، هنا كده مثلا هيطلع لك حاجه اسمها كود بلوك. هتعمل وليكن اي حاجه ايه بتساوي 5، وتيجي يا صديقي على حرف الكاف وتضغط عليه. ماشي يا صديقي، تضغط انتر، وليكن دي بتساوي 5 برضه، حرف الكاف، سيمي كولون يعني. بص يا صديقي، هتروح ضغط هنا كده وشادد دي هنا، وتروح هنا ضغط دي برضه يا صديقي هنا وشادد دي هنا. هتلاقي في نقطة هنا يا صديقي، اللهم صل على سيدنا محمد، اترسمت هنا اهي. طيب تعالى هنا عشان نروح في ال 3 دي. كبر يا صديقي، كبر. هي دي كده يا صديقي، دي النقطة بتاعتنا. طيب الموضوع سهل جدا يا صديقي. طيب وليكن مثلا انت عملت ايه ودي يا محمد، ودي اسمها اكس واي، دي يا صديقي بارامترز عادي خالص، بيحتفظ بالقيمه جواه. ما انا ممكن ما اسميهوش ايه خالص، يعني ممكن اسميه محمد، بقى اسمه محمد هنا يا صديقي. ماشي، وليكن مثلا بدل الخمسة دي نخليها مثلا 6. انا هنا اضغط هنا اهي يا صديقي، هي هنا اهي، هي دي. ماشي. بص يا صديقي، تعالى هنا على الاوتوماتيك ديت خليها مانوال، عشان ايه؟ لما نضغط نبقى نبص. ماشي يا صديقي، طبعا لو انا ضغطت سكرول واتحركت كده فانا بحرك في السكريبت. ماشي يا صديقي، ولو كبرت كده وصغرت السكريبت بيكبر ويصغر معايا. ماشي يا صديقي، يعني البارامترز ده مش لازم يكون اكس وواي، لا مش لازم يكون اكس وواي خالص، مش شرط، انت ممكن تسميها اي حاجه. تعالى اعملها اكس مثلا كده، على ده كده اعمل واي. اوكي ماشي. لو انا مثلا ممكن عايز اخليها مثلا 10 وتحت 5، اوكي. تعالى على ران بقى واضغط عليها، هتلاقيها عملت يا صديقي. شوف اتنقلت فين، هنا تحت هنا اهي. على دي هنا كده مثلا، عفوا على دي كده. واخد بالك يا صديقي؟ الموضوع سهل يا صديقي، مش صعب. والدينامو ان شاء الله هيبقى سهل معانا. طبعا يا صديقي تيجي تعمل على طول سيف من هنا، او كنترول اس. ماشي يا صديقي، وبكده يا صديقي نكون خلصنا الفكره بتاعت النهارده، ان انا بس هخليك تعمل نقطه، وان شاء الله المره الجايه هنعمل حاجه افضل من كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا صديقي.